صباح الخير، صباح يوم العيد. النهاردة أول أيام العيد المبارك. النهاردة أول يوم العيد هنروح سنة أنا وهن وانتم دلوقتي طيبين يا نصلي جماعة. العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح يوم العيد، صباح أحلى أيام السنة. رب يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، وربنا يا رب ما يحرمش أي حد من حد بيحبه. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. والنهاردة أول أيام عيد الفطر المبارك، فحبيت أنزل لكم الفيديو ده كده للتوثيق. أول يوم العيد. انا بداية يومي هنا. ده طبعا اليوم كان بادئ من امبارح بالليل، امبارح قبل الفطار اللي هو كنا عاملين فيه الفطار بتاع امبارح. فطار اخر يوم رمضان. وطبعا لما وعدتكم لما اجي اعمل البطه ديت هصورها معاكم يعني. المهم عملتها بالمردة كده، قطعت شويه بصل حلوين وبعدين جيت حشيتهم كده زي ما انتم شايفين. حطيت عليهم معلقه من الصلصه وحطيت شويه فلفل اسود وملح، وحطيت القمصة قفلت بيها، وبعدين قفلت كده بالخله بتاع الشيش طاووق. وكمان جيت على الحته اللي فوق دي برضو حطيت فيها شويه وحشيتها. وجيت هنا على الحله الكبيره بتاعت العزايم دي، حطيت فيها البطه وحطيت فيها بقى كام قطعة لحمة، لان انا بعمل طبعا الاكل بتاع الفطار وبتاع تاني يوم اللي هو النهاردة يوم العيد. طبعا طول اليوم بقى هو بيبقى ابو هنا بره ولا كده بنفطر. احنا اصلا كده كده بنفطر عند حماي. اول يوم في رمضان واول يوم العيد لازم الفطار بيكون عند حماي. فالنهارده هنفطر هناك برضو، خليكم معايا للاخر هصور لكم واحنا هناك. كمان زي ما انتم شايفين كده. حطيت شويه بصلايه وشويه زيت عليها، وبعدين حطيت عليها شويه من البسله والكوسه وشويه بطاطس كمان، بحيث ان انا اعمل شويه خضار كده حلوين. انتوا طبعا عارفين نوعية الحلة اللي هناك دي، اللي هي الحلة دي بتكون ضيقة من تحت وواسعة من فوق، فهي كانت معنداني كده وكانت مضايقاني وانا بعمل البطة. فنقلتها بقى في حلة تانية وقلت ايه يكون احسن وكده. المهم حطيت البطة اهوت وظبطتها في الحلة الكبيرة الألمونيوم دي. حلوة يعني كبيرة وبتستحمل. ونزلت عليها شوية الشوربة بقى، وحطيت عليها كمان ايه كان قطعة اللحمة اللي موجودين عندي. وجيت هنا بقى على النار، كنت نقعد ترمس قبلها بيوم يعني من 12 ساعة بيتنقع ليلة. وكمان الحلبة دي حطيتها علشان ايه انقعها، بتتنقع 6 ساعات. حطيتها كده زي ما انتم شايفين. وكمان هنا كانت البطة اخدت سواها، وابتديت ان انا ارش عليها معلقة من السمنة وادخلها الفرن علشان تتحمر معايا. معلقة من السمنة مش اكتر من كده يعني، مش هنعمل بقى خلطات كتير وحاجات كتير. المهم هنا عملت شويه كركديه برضه اهوت زي ما انتم شايفين. قلت اعمل كوبايتين كده. يلا بقى الوداع يا رمضان وان كان بالعمر ملتقى فلنلتقي باحسن حال. كل سنه وانتم طيبين، وعيد فطر مبارك عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. ويا رب يا رب ما تخرجوش من العيد ده الا وانتم محققين كل اللي بتتمنوه. كان عندي شويه من السمبوسه كده زي ما انتم شايفين، ابتديت ان انا احمرهم. السمبوسه دي احنا كنا عاملينها مع بعض في العزومه، كانت سمبوسة بالجبن. كمان حطيت شوية شوربة، وقدمت طبقين كده من الرز بتاعي رز ابيض عادي، وضفت لنصه رز شوية بتاع لون زعفران. لون الزعفران بيدوله اللون الجميل ده. وحطيت البطاية بقى كده، شايفين لونها تحفة ازاي من السمنة بس ما زودتش عن كده. بألف هنا وعافية بقى. وشايفين ده كان شكل الفص بتاعها، كانت دايبة دوب كده يا ولاد، بالهنا والشفا. جيت هنا بقى بعد الفطار. حبيت ايه ان انا اغليهم كده علشان هما يفضلوا معايا يوم او يومين كمان. فقلت اغليهم. حطيت شوية زيت. وبعدين كمان حسيت ان الشوربة، انا بحب الشوربة تبقى دسمة معايا. حسيت ان هي ما كانتش دسمه قوي. فانا ظبطتها بقى كده، وظبطت الملح بتاعها، وبعدين وطيت عليهم النار وحطيتهم كده زي ما انتم شايفين. وركنت بقى الغاموس وركنت الحاجه على جنب. وجيت هنا كان الترمس اتسلق معايا اهو. حطيته بقى وحطيت له الملح بتاعه وظبطته كده زي ما انتم شايفين.
فضيت المية الزيادة اللي عليه اللي مش نظيفة. وهنا كانت الحلبة شايفين زادت الضعف ازاي. جيت بقى عملت قراطيس وابتديت ان انا احطها في القراطيس ديت الحلبة اللي هي المنبتة اللي بتتباع بره دي. انا بحب اعملها، بس بحب اعملها قبلها قبل العيد يعني بشوية حلوين، يعني مثلا ب4 ايام كده، يعني باسبوع كده، علشان تبقى نبتت وخلاص والواحد يشيلها في التلاجة. المهم هنا عملتها اهي، وجبت فطين نضاف خالص لسه جداد اصلا. بليتهم كده وحطيتهم على وشها، وكل شوية هحط عليهم شوية مية، يعني كل مثلا 6 ساعات تقوم رايحة جاية بلة الفوط ديت وتقوم حطاها رشها عليه. كمان البوتاجاز كان مش نظيف كده، ابتديت ان انا اغسله. طبعا انا عايزه اقول لكم المطبخ متروق ترويقه محترمه. الشقه ما شاء الله برضو احنا كنا منضفينها مع بعض في اول رمضان، وجينا الايام دي نضفناها. نضفتها برضو تنظيف حلوه. طبعا مش هأثر في حق اي حاجه، يعني انتوا عارفين ومتاكدين من كده كويس. خلصت بقى الشقة، وبعدين بصوا انا في اللحظة دي كنا يعني تقريبا كده كنا قبل الفجر، لا كنا بعد الفجر على طول. فابهاتنا يعني قال لي انا جعت وكده، ان احنا كنا متعودين على السحور. فقال لي بقى جهز لنا اي حاجة. قلت اجهز كده وادوقه، يعني ملوش نفس. عملت له بقى السفرة الحلوة دي. خلصنا وظبطنا الاطباق برضو، وديت تبقى الضيافة الرمضانية ابقى خلصت منها. حطيت الكحكة كده زي ما انتم شايفين، ورشيت عليه سكر بودر، وحطيت طبق تاني وسبته زي ما هو يعني. وجيت هنا حطيت البسكويت زي ما انتم شايفين كده، وكمان عملت شوية شاي. وبقى يبقى ده فطار العيد. احنا كده كده هنروح نفطر عند حماية، بس يبقى احنا كده فطرنا في البيت، بس لسه هنروح نصلي صلاة العيد. هنا كانت هنا عاملة التسريحة بقى الرسمية لأجواء العيد. وده بقى لما لبستها لبس العيد، شايفين كانت مبسوطة قد ايه. انا هنا كنت بسجل لكم بقى. وكان احمد برضو لبسته اهوت، وشوف الطقم بتاعه شكله حلو قوي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. هي لبست شايفين الاوتفيت بتاعها قمر اهو. صباح الخير، صباح يوم العيد. النهاردة أول أيام العيد المبارك. النهاردة أول يوم العيد، هنروح أنا وهان دلوقتي نصلي العيد. واشتراك عشان تشوفوها دايما معاكم. فانا ده بقى الشنطه شايفين دي بتاعت المره اللي فاتت. والله ممكن اشتري التليفون بس ده شايل تليفونها. فلما نروح بقى نروح هنصور، ولما ننزل بقى نروح نصلي العيد ونصور لكم هناك، نشوفكم على خير بقى. شايفين احنا موجودين قد ايه وما نمناش اصلا. عايزه اقول لكم ان انا وهنا ما نمناش من امبارح. شايفين بجد الاجهاد باين علينا. هنروح بقى نصلي ونشوفكم على خير بقى. ايه رايكم بقى في التسريحه بتاعتها ايه؟ وهنا كانت تقريبا كده هنا عايزه تنام، فكانت قاعده بقى عماله تنام على نفسها. ولا اقعدي هنا عشان اصورك كويس، مش راضي. احنا كنا نازلين، كانت واخده معاها واحده غريبه كده. وانا عايزه اقول لكم هناك الحمد لله يعني قدر الله مش هفعل. وقعت واحنا بنصلي التراويح، حتى جيت من الصلاه الطرحه بتاعتي كلها كانت متوسخه دم منها. يعني شفايفها اتعورت وكده. زعلت عشانها قوي. ولاد كانت خارجه مبسوطه، شايفين كانت خارجه مبسوطه وكانت فرحانه يعني وكده. بعدين ببص اتصدمت بقى يعني. بجد زعلتني. ما فرحتش بقى غير وانا بخليها تلعب مع الدبدوب اللي كان موجود معانا هناك ده. مفيش يعني. هنا كنا لسه رايحين صلاة العيد بقى وماشيين. وهنا بقى أول لما وصلنا صلاة العيد، شايفين الخيام الرمضانية، وكانوا عاملين أشكال تحفة كده. بجد أشكال حلوة قوي. وبقى ده بعد ما صلينا بقى، وفي المكان ده أنا كنت واقفة بستنى مي أختي هتجيلي. وقفت معاها، وبعدين بقى ببص لقيت ايه، أنا واقف مني وأنا مش واخدة بالي خالص.
المهم خلصنا بقى ورحت صورت. كمان صورت، رحنا عند حماية. مي جت قعدت معايا شوية وبعدين رحنا عند حماية. مي بقى روحتها البيت بتاع مي جنب بيت حماية، فروحتها وقعدنا عند حماية. فطرنا وجينا هنا. هي بعد ما وقعت شايفين كان مزاجها وحش وكانت زعلانة قوي. آه، ودي مي اختي كانت ماشية معايا في الوقت ده. آه، كان الدبدوب اهو، كل الناس كانت ملمومة عليه وكانت فرحانة بيه قوي. عايزة اقول لكم كانت اجواء تحفة بجد. كان الرجالة كانوا الناحية التانية والستات من الناحية دي. بس احنا طبعا ده كله كان بعد صلاة العيد، يعني كنا خلاص صلينا العيد وخرجنا، فده كل الهيصة دي كانت بعد صلاة العيد. المهم بقى هنا هو اتخلصنا. شايفين كمية الزحمة وشايفين الهيصة اللي احنا كنا فيها. بجد كانت أجواء جميلة. ربنا يا رب يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويبارك لنا في حبايبنا يا رب، وكل عام وانتوا بخير وكل حبايبكم بخير. الدبدوبة اللي هناك ديت قلت لها بقى تعالى عشان ايه، عشان اصورك مع هنون. انا طبعا اشتلتها لان كان المكان زحمة، وطبعا كانت زهقت وكان مزاجها وحش بقى عشان الموضوع اللي قلت لكم عليه ده. فالمهم بقى هوت كان يوم حلو، يعني انا ما حسيتش بالعيد غير لما خرجت كده ومشيت. طبعا كده الاجواء ديت كلها كانت اجواء حلوه وكان يوم جميل بجد واتبسطت فيه، وهنا كمان اتبسطت. خلصنا بقى وهنا اتصورت. انا عايزه اقول لكم كانوا عايزين ياخدوا الدبدوبه دي كده ياخدوها ليهم خالص، يعني كانوا عاملين هبطونا كده، وكانوا هنا هي بعد ما اتصورت مع الدبدوبة، وهنا بعد ما روحنا. احنا مروحين بقى وخلاص اتأقلمت على الوضع. وعايزه اقول لكم ان هي كانت عايزه تنام وانا كنت عايزه انام، وكان اجهاد صعب قوي، الواحد ما كانش قادر يعني بجد، لان احنا كنا مطبقين احنا الاتنين. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنسوليش في لايك ودعوة حلوة في ظهر الغيب، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. هنا كان الفطار بتاع حماية. كانوا عاملين محشي كرنب ومحشي ورق عنب وشوربة ولحمة، وكمان رز وكفتة رز ببطاطس كده. كان أكل بسيط وحلو خفيف أو خفيف أو كان جميل. بألف هنا وعافية بقى على اللي أكل منه. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.